الخير يا حازم باشا، ازيك يا حبيبي؟ ازي حضرتك يا كابتن حلمي؟ الله يخليك يا حبيبي، ازيك؟ يعني حاجه يعني مش عارف اليومين دول كده ناس مدخله حضرتك دايما في يعني عايزين يبينوا للناس ان حاجه ضد مصلحه نادي الزمالك بشكل او باخر. انت شايف الكلام ده متعمد مثلا ولا شايفه ازاي يا كابتن حلمي؟ طبعا اكيد. اكيد متعمد، ده لدرجه ان في موقع الزمالك تي في دلوقتي، وانت عارف كويس قوي الموقع ده تبع مين ومين اللي بيصرف عليه جوه النادي. لا ناس زملكاويه يا كابتن حلمي كلهم جمال وزملكاويين، بلاش. انا بقول لك حضرتك يعني ده الموقع ده يعني معروف. اتفضل. من اللي بيصرف عليه، مكتوب ان انا مدرب فاشل. يعني دي اراء يا كابتن، لكن حضرتك اراء. لا، ما حضرتك مش مدرب فاشل بالنسبه لي. يعني ايه يا حازم؟ لا يعني انا بكلم لما حضرتك بالنسبه لي في انا الموقع بتاع الزمالك، لما انا يا كابتن واحد يقول حازم لعيب فاشل ده رايي مثلا، لكن واحد تاني يقول حازم لعيب كويس. لا عيب. لا انا لسه هيتحكم عليا ان انا مدرب فاشل او مش فاشل. يعني قصدي لا، انا بتكلم في وجهه. انت شايف 3 سنين يا حازم وانت كنت معانا طبعا جايبين بطولات قد كده لنادي الزمالك، اكتر جيل جبنا بطولات كده ولا ايه؟ لا انا بتكلم. طب انت شايف ان في حد يعني هو اللي عايز يخلي فيه طبعا. طب ايه الهدف يعني يا كابتن حلمي؟ الهدف ان هم فاهمين كويس قوي ان علاقتي بجمهور نادي الزمالك لا تشبه سائبه، وانا بحترم هذا الجمهور. واكبر دليل على احترامي لهذا الجمهور ان عمري في حياتي وانا بقود اي نادي ضد نادي الزمالك عمري ما خليت نادي الزمالك يقلع فانيلته. عمري ما خليته يقلع شرابه. طبعا. عمري ما قمت وجهت وانا بلعب ضد نادي الزمالك، عمري، عشان انا بحترم الجمهور ده، والجمهور ده بيحبني وبيحترمني. كابتن حلمي انت اللي علمتنا انتماء في نادي الزمالك حضرتك، وانت يعني المدرب بتاعنا يعني فطبعا حضرتك ليك كل احترام وتقدير. لما يجي دلوقتي يتقال ان انا راجل ما بعتش رضا العزب لنادي الزمالك عشان ابيعه للنادي الاهلي، ايه المنطق الغريب ده؟ ايه المرض ده؟ ده مرض. ده مرض. هل انا لما جينا نبيع محمد نجيب، كل اللي انا هقول اساميهم موجودين، تمام، وصممت ان يكون الاولويه لنادي الزمالك، لان نادي الزمالك اللي طلبه الاول. واتصلت بعبد الله جورج سعد، واتصلت بطارق غنيم، واتصلت بحسن شحاته، واتصلت باشرف صبحي، يا جماعه تعالوا خدوا الراجل ده. الراجل ده هيتعرض للبيع وانتوا لكم الاولويه. تمام. طبعا كان في ازمه ماليه في بدايه الموسم. طبعا قعدت مأخر الموضوع ده 3 ايام لغايه ما حد يجي ياخد محمد نجيب، وما حصلش ان حد ياخد محمد نجيب لان ما كانش فيه فلوس. وجلال بيه كان عين الله يكون في عونه، يعني في الوقت ده ما كانش النادي فيه فلوس، فما قدرش يوفي بان هو يجي محمد نجيب لنادي الزمالك. انتقل للنادي الاهلي لان النادي الاهلي فلوسه جاهزه. طب موضوع كابتن ايمن طاهر الجديد يعني اللي حضرتك برضه ايمن طاهر في الزمالك يا بيه من امبارح. معلش الناس يعني حضرتك برضه يعني انا عرفت ان كابتن ايمن قعد معاك امبارح والنهارده وان حضرتك باركت له. اتفضل يا كابتن. خالص. لا انا عارف ان حضرتك باركت له وقلت له ربنا يوفقك يعني. من جه امبارح وقال لي الوضع كذا كذا، قلت له يا بيه اتفضل والف مبروك وربنا يوفقك. واخد بالك؟ وده قرار يعني اعتقد انه ما فيهوش اي مشكله يعني. طب انت زعلان ان هو راح الزمالك ولا زعلان ان هو مشي من الشرطه؟ ولا مش زعلان خالص؟ انا مش زعلان عشان هو راح نادي الزمالك. انا زعلان عشان المبدأ. تمام. انا راجل بعشق المبادئ يا حازم. صح يا كابتن. انا زعلان عشان المبدأ. ما يبقاش راجل متعاقد وعقده ساري. وحتى لو اتدفع اضعاف اللي بياخده في الشرطه، واخد بالك؟ ما ينفعش ان هو يفسخ تعاقده. وخصوصا ان هو مش مع مدرب مش مع مدرب صغير. تمام. ومش مع جهاز صغير. تمام. واخد بالك يا حازم؟ ده اللي انا بعترض عليه. يعني قصدي مثلا الناس ممكن تقول ماشي الكلام ده، بس هو عشان راجع بيته فدايما الناس بتضحي عشان البيت الكبير. الله، مش انتوا اللي ماشيين ايمن طاهر ولا ايه؟ مين احنا؟ المجلس؟ لا كان الجهاز كله مشي وجه حسام حسن بجهاز جديد يعني ومشي بشكل وحش. لا مشي الجهاز كله مشي. بص يا حازم، مشكله مجالس الادارات ايه يا حازم؟ مشكله مجالس الادارات انها بتدور لمصلحتها بس، ومصلحتها الوقتيه بس. صح. واخد بالك؟ بتدور على مصلحتها الوقتيه بس الفتره اللي هي قاعده فيها على الكراسي، عشان هي بالنسبه لها عايزه تنجح يعني. انتوا لما تكونوا موجودين في مجلس الاداره
تحبوا تاخدوا كل حاجه وتقولوا ايه عشان خاطر النادي. صح. لكن لما يجي ابن النادي ويشتغل وتمشوه ما بتقولوش ليه عشان خاطر ابن النادي. ما اكيد مش عشان نتائجه وحشه يا كابتن. نتائجه وحشه؟ لا ما تقولش كده. هيمشي ليه؟ يعني قصدي الواحد لو مشي. قول لي مين في نادي الزمالك اشتغل ومشي بشكل كويس؟ لا مش حضرتك، هو حضرتك مشيت عشان وحش، ما حضرتك مشيت يعني. لا مش عشان انا ما بتكلمش. لا انا قصدي اي واحد بيمشي من مكان ما يبقاش بيأدي اكيد الاداء المفروض مرجو منه في مجلس الاداره، لكن لو واحد كويس. اتفضل يا كابتن. للاسف يا حازم ان العمليات كلها مغلوطه ومقلوبه راسا على عقب. واخد بالك؟ في مبادئ وفي قيم المفروض نحافظ عليها. في اسس المفروض ندعمها. يعني يا حازم، انت زعلان ان مجلس الاداره طلب ايمن وهو متعاقد مع الاتحاد الشرطي؟ لا انا مش زعلان من مجلس الاداره. لا يعني ما اكيد لا. كلام حضرتك باين يعني يا كابتن خالص. لا مش مجلس الاداره. من ايمن. انا زعلان من ايمن. اوكي. مش من مجلس الاداره يا حازم. لا ما هو برضه ان مجلس الاداره يعني باصص لمصلحته الشخصيه، ان هو عايز ايمن عنده في النادي بغض النظر هو عامل عقد او مش عامل عقد يعني. بص يا حازم، انا ده يبقى العيب مش عيب مجلس الاداره. واعتقد ان انا طلبت كتير جدا وانا بشتغل في انديه ان انا اجي نادي الزمالك واعتذرت عشان انا بحترم تعاقداتي وبحترم كلمتي وبحترم ان انا طالما ان انا ارتبطت بكلمه مع الناس يبقى ما اسيبش الناس دي. لكن للاسف ان يمكن انا اللي غلط. يمكن انا ان انا بحافظ على هذا الشكل وعلى هذه المبادئ. يمكن انا غلط. انا مش عارف هل انا غلط ولا انا صح. لكن يعني معنى كده ان اي حد متعاقد في نص موسم يسيب النادي ويمشي كده عشان يروح نادي تاني. طب انا هقول لحضرتك على حاجه. انا الاسبوع اللي فات جاي لي ناديين عشان يتفاوضوا معايا في مصر هنا في مصر. واخد بالك؟ قلت لهم اسف. ازاي؟ ده انا راجل مسؤول عن تيم ومسؤول عن نادي ومتعاقد. ازاي اسيب؟ انتوا جيتوا غلط. بعد اخر السنه انا تحت امركم. لكن دلوقتي استحاله. استحاله اروح اعمل ايه؟ استحاله. لان ده لا من مبادئي ولا من قيمي. انا مش زعلان مجلس الاداره. مجلس الاداره من حقه انه يدور على مصلحته. واخد بالك يا حازم؟ واي حد من حقه انه يدور على مصلحته. انا زعلان من المبدا. ازاي انا متعاقد ومرتبط؟ هو وجهه نظره يا كابتن حلمي، وجهه نظره ان هو راجع الزمالك اللي هو بيته يعني، اللي هو ما يقدرش